السيد رئيس الحكومة المحترم، سيدات والسادة النواب الأفاضل، السيدات والسادة الوزراء. قبل ما ندخل في موضوع مساءلة اليوم بغيت نوقف على ما وقع في حي سيدي موسى بسلا خلال احتفالات ليلة عاشوراء، والتي تحولت من احتفالات إلى انتكاسات. وما نغلطوش، ما وقع يسائلنا جميعا كسياسيين، حكومة أغلبية ومعارضة وبدون مزايدة. الأمر كيتعلق بولادنا، طبعا بشبابنا ومستقبل بلادنا. شباب النيت أي شباب بدون تربية ولا تكوين ولا شغل. سبق وأن بعثوا لنا رسالة من الفنيدق. السؤال واش لصقتنا اليوم هذا الرسالة؟ اسمحوا لي، هو نفس الشباب كيفجر الغضب ديالو بمبرر عاشوراء. وانتبهوا معايا سيد رئيس الحكومة وما تاخذوش كلامي يعني مجرد كلام عابر. شباب النيت أصبح قنابل موقوتة تبحث عن أي مبرر وعن أي عذر وعن أي مناسبة لتفجير غضبها الاجتماعي ضد الإقصاء والتهميش. الحراك الاجتماعي غير المهيكل أصبح يتمدد. وما تستهنوش مرة أخرى بهذا الكلام، وما تستهنوش بهذه الوقائع والأحداث، خذوها على محمل الجد. الله يحفظ بلادنا ويحفظ سيدنا. هي مناسبة أيضا نؤكد على موقفنا كفريق حركي برفضنا المطلق لاستغلال نصرة قضايا عادلة كغطاء للفوضى والتسيب كما وقع أمس بالبيضاء. البارح صدفة سيد رئيس الحكومة وأنا هاز الهاتف ديالي كنشوف طلع لي على تطبيق تيك توك، صادفت أغنية راب صارخة وصاخبة عندها علاقة مع موضوع نقاشنا اليوم. كتقول: بلادي بلاد الرميد اللي فيها كل شيء مريض، لا سبيطار لا طبيب، تبغي غير إبرة حك الجيب. هكذا ينظر شبابنا اليوم إلى المنظومة الصحية في بلادنا. نتفقوا أو نختلفوا معهم، ربما ماشي هذا هو الأهم كيفاش هما كيشوفوا هاد المنظومة. سؤال آخر ربما كيطرحوا هاد الشباب: علاش عدد كبير من المسؤولين على تنزيل السياسات العمومية بما فيها الصحة كيخرجوا يداويو راسهم خارج البلاد؟ عرفتوا شنو هو الجواب ديالهم؟ كيخرجوا برا لأنهم فشلوا في ضمان الصحة داخل البلاد. إذا حسب هؤلاء الشباب خروجهم لبرا دليل على فشلهم الداخل. الصحة العمومية حسب دائما هؤلاء الشباب هي فقط للفقير والمعوز وطالب معاشه. وطبعا إذا السيد رئيس الحكومة ما اتفقتش معهم، بغيتك فقط تحاول تقنعهم بالعكس وتصحح لهم منظورهم للصحة. أنا فقط كنقل هذه الارتسامات ديالهم. بينك سيد رئيس الحكومة المحترم تعطيهم جواب أيضا عن مآل بطاقة رعاية كما جاء في برنامجكم الحكومي. هذه البطاقة اللي وعدتوا كحكومة أن الصيدليات غادي تفتح الأبواب ديالها بالمجان أمام المرضى. فينا هو هذا الوعد؟ فينا هو طبيب لكل أسرة؟ الطبيب اللي ما كنلقاوش حتى في المدينة فبالأحرى بالقرية. فينا هو دعم 2000 درهم لكل مولود جديد و1000 درهم للمولود الثاني. فينا هو مدخول كرامة لشيوخ ومسني الوطن. هذه التزاماتكم كحكومة. اليوم خاصكم تصارحوا المغاربة بمآلها، والواقع أن خاصكم تعتذروا المغاربة عن عدم التزام الحكومة بهذه الوعود، والاعتذار طبعا هو شيم الكبار. هناك اعتقاد سائد عند الشباب اليوم هو أن الفقر والهشاشة هي صناعة بشرية ونتاج سياسات عمومية عقيمة وليس قدرا محتوما. حلمنا الجماعي اليوم سيد رئيس الحكومة لا يمكن أن نختلف، والحق في الصحة لجميع المغاربة كحق دستوري. وباش ما نكونوش مجحفين في حقكم سيد رئيس الحكومة، بعيدا عن المزايدات، ضعف العرض الصحي في بلادنا هو نتاج سياسات حكومية متعاقبة. وقطاع الصحة اليوم ليس في حاجة إلى المزيد من التشخيص بل إلى الكثير من الحلول العملية والملموسة، حلول كتطلب الجرأة والشجاعة لضمان الحق في الصحة لجميع المغاربة في الجبال والقرى كما المدن. والمدخل الأساسي هو معالجة، انتبهوا معايا مزيان، إشكالية الموارد البشرية والشبه الطبية. ما كنختلفوش كيفاش غادي نسدوا عجز مقدر في هذه الأطباء كما تفضل سيد الرئيس قبل مني، 32,000 طبيب و65,000 ممرض، وهل بمجموع 25,575 طبيب في القطاعين العام والخاص. ما بينهم 12,000 طبيب في القطاع العام موزعين على 3,616 طبيب عام و8,400
طبيب خاص، وفقط انتبهوا من هذا الرقم 323 طبيب أسنان سنوفر العلاج لحوالي 40 مليون مغربي، وهل بمعدل 7 أطباء ولكل 10,000 نسمة. 50% منهم طبعا كما كتعرفوا متمركزين بين محور السطات والقنيطرة. سنواجه مشاكل الصحة المغاربة في الوقت اللي كتنص فيه المنظمة العالمية كما كتعرفوا الصحة بأكثر من ضعف هذه النسبة. نبهناكم في البديل الحركي إلى أن حل إشكالية الموارد البشرية خاص مراجعة جذرية لمنظومة التكوين والاستثمار في مؤسسات كليات الطب بمنظور جهوي، ناهيك عن الظروف الصعبة المادية والمهنية والأدواتية لعمل الأطباء والممرضين والأطر التقنية والإدارية. هي ظروف غير مواتية جعلت ثلث المتخرجين من كليات الطب يهاجرون خارج الوطن، والثلثين المتبقيين يحلمون بالهجرة، وحتى إذا ما كانش خارج الوطن فإلى القطاع الخاص. واش غادي نبقاو نتفرجوا في هذا الشيء؟ قولوا لنا السيد رئيس الحكومة شنو الإجراءات ديالكم لوقف هذا النزيف، نزيف هجرة الأدمغة. ثم الصحة اليوم راه ماشي هي البيطون والياجور والسيما، وزارة الصحة ووزارة التجهيز ولاو بنفس الاختصاصات، ولاو بجوجهم كيبنيو. كيفاش نفسروا المغاربه بناء مستشفيات اقليميه كلفت الملايين اذا ما كانش الملايير من الضرائب ديالهم بعد سنوات مازال مجرد بنايات مهجوره بدون تجهيزات ولا موارد بشريه؟ واش هذا ماشي ضياع كما كيقول المثل الدارج سبقوا العصا قبل الغنم؟ بغيناك اليوم تبسط لنا سيد رئيس الحكومه وانت ابن قريه بحالي تصوركم ومخططكم للصحه العموميه بالمناطق القرويه والجبليه. وهذيك النظريه ديال الطب عن بعد التليميدسين، اسمحوا لي راه السيد رئيس الحكومه راه الناس في القريه راه كيضحكوا عليها. علاش؟ وسط يفتقر الى ابسط البنيات التحتيه، كيفاش غيتوفر على سبل الولوج الى المغرب الرقمي دون الحديث عن هشاشه البنيه الرقميه كما كشفت عن ذلك الهجمات السبريانيه الاخيره؟ ودائما في عالم القروي برمجتوا 1400 مركز صحي في المناطق القرويه، صحيح درتوا جزء منها مزيان. السؤال واش قادرين توفروا 1400 طبيب لهاد المراكز؟ ولا درنا غير المعدل ديال جوج ديال ممرضين او ممرضتين، 2800 ممرض بمعدل ممرض لكل مركز، زيد عليها اداري 1400. الى جمعنا غادي نلقاو توفير 5600 اطار صحي لهذه المراكز. صحيح هذا الشيء كما قلت السيد رئيس الحكومه كيتطلب الصبر وكيتطلب شويه ديال الوقت، ولكن كيتطلب ايضا اجراءات مصاحبه للتخفيف من معاناه المواطنين، علما ان الحكومه ما قدراتش توفر الموارد البشريه لا في المراكز الاقليميه ولا الجهويه. سمعتكم في واحد التصريح كتحدثوا السيد رئيس الحكومه على كليه الطب بالرشيديه وفرحنا للخبر في البدايه، ولكن بعد اكتشفنا فيما بعد ان مشاريع اطباء الغد كيتكونوا داخل كليه العلوم في غياب المختبرات والشروط اللوجستيكيه الملائمه للتكوين في مجال الطب. وهذا خبر غير صار سيد رئيس الحكومه. التكوين في الطب عنده خصوصيات ديالو، سمحوا لي راه الامر ما كيتعلق بتكوين الاطباء ماشي بجزاره، مع احترامي للجزاره واخا حتى هما مساكن راهم محنين وما كيض عليهم حد، وعدد منهم كما كيقول المثل ماشي بلفت بالظروف الصعبه اللي كيعيشوها. فيما يخص السياسه الدوائيه سيد رئيس الحكومه بلادنا تعثر وارتباك، بدل بناء مستشفيات اللي كتبقى مسدوده سرعوا بمراجعه اسعار الادويه اللي كان موضوع التزام الدوله لدعم الصناعات الدوائيه الموقعه امام جلاله الملك حفظه الله. وزير في حكومتكم صرح ان الدواء ما بين الديوانه والفرماسيان الصيدليات كيطلع الثمن ديالو 300%. هذا كلام خاصه تحقيق، بحيث اذا كان هذا الكلام صحيح الاستنتاج الوحيد اللي عند المغاربه اليوم كيقول لك لا راه ما كاين لا جفاف ولا حرب اوكرانيه. معضلات المغرب الاقتصاديه هما الفراقشيه كما كيسميوهم، وانتم كتفرجوا والمواطن هو الضحيه. حيث لغيتم دخول الكرامه للمسنين نقصوا لهم غير في الدواء هما والمتقاعدين المنسيين في ظروف مزريه وفي صراع مع الطبيب والمرض. اش قدمنا لهذه الفئه من سواعد الوطن الذي انهكهم العمر والزمن والقهره والنسيان والحقره؟ لا شيء. تقدمنا لكم تعديلات عديده لتخفيض ثمن الادويه الباهظه، ما قبلتوهاش، قبلتوا تخفضوا الادويه الرخيصه اصلا، اما الادويه اللي كتوصل 2 مليون للعلبه كالتشمع الرئوي والسرطان رفضتوها، وحتى لا سينيسيس ما كتردهاش. البيت سكان كيفوق 8000 درهم وغير قابل للاسترداد، شأن العديد من العلاجات لا يسمح الوقت لذكرها. اذا هل نحن امام تغطيه ام تعريه
تأمين صحية. البديل الحركي كيقترح إعادة النظر في مسألة تضريب الأدوية والمراقبة الصارمة للأسعار، وإعادة النظر في نظام التعريفة المرجعية اللي كيتم على أساسها تعويض المريض في المصحات الخاصة. دابا المريض كيمشي كيتحمل 50%، هذا المواطن اللي كيخلص 50% كيفاش غنتظروا منه يخلص الانخراط ديالو في الصندوق؟ انتبهوا معايا، شي حاجة ماشي هي هذيك. لاحظنا السيد رئيس الحكومة توجه لرفع يد الحكومة بشكل تدريجي على قطاع حساس كالصحة من خلال تفكيك الإدارات اللامركزة للوزارة وتحويل الاختصاصات ديالها إلى المجموعات الصحية الترابية، بمعنى الانتقال من القطاع العام إلى مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي. مزيان. السؤال اليوم كيفاش غادي نضمنوا ديمومة تمويل هذه المجموعات، علما أن القانون المؤطر لها اش كيقول؟ كيتحدث على الهبات وإعانات الدولة. شوفوا منين نزلنا من الميزانية المخصصة إلى الإعانات. هذه الإعانات كيفاش غادي تتوزعوها؟ واش حسب الخصص الجهوي أو أيضا مرة أخرى حسب الجهات المحظوظة؟ بكل صدق حنا فهمنا حاجة واحدة، هو استنساخ لنظام الأكاديميات الجهوية كما في التعليم، واللي صرحتوا أنكم رسمتوا المتعاقدين، وهذا غير صحيح سيد رئيس الحكومة، لأن ما رسمتوا المتعاقدين، رسمتوا التعاقد. سؤال آخر، لماذا تصرون على الاستثمار في الضبابية والغموض في مآل الوظيفة العمومية المركزية في قطاع الصحة، وكتخباو وراء نصوص تنظيمية غير واضحة لإخفاء النهاية المحتومة لموظفي الوزارة؟ أي ما غاديش يبقاو موظفي الوزارة، بل موظفو المجموعات الترابية كما في التعليم وطول الأكاديميات، وليسوا موظف الوزارة. ثم وقفنا على واحد المصطلح، تستمر الدولة في تحمل أجور الموظفين، واسمحوا لي هذا يحمل في عمقه هاجس للتدبير المؤقت كما جاء في التعديل الاضطراري الوارد في القانون المالي الأخير. صوبتوه تحت ضغط الاحتكار. ما تشبهتي سيد رئيس الحكومة ولا لا؟ حنا كنطرحوا السؤال، علاش بالضبط موظفي قطاع الصحة اللي غادي يكونوا موضوع تعديل في القانون المالي؟ علاش؟ عطيونا اسباب النزول فقط. هادشي اللي بغينا نسمعوا على لسان وزيركم من هذا المنبر. اعلنتم عن تعويض قدره 5000 درهم سنويا للعاملين بقطاع التعليم في المناطق النائيه والصعبه. جميل جدا، كنشكركم على الاجراء. هذا الاجراء ما يستحقوش مهنيي الصحه اللي كيقدموا تضحيات وخدمات ليل نهار في اعالي الجبال، ما يستحقوش حراس الغابات، ما يستحقوش مخازنيه وموظفو الجماعات الترابيه النائيه. بركه من الفئويه في الحوار الاجتماعي، بركه من التمييز بين الموظفين العموميين لانهم جميعا يخدمون الوطن. التمويلات المبتكره في قطاع الصحه بغض النظر عن النجاعه من العدم، سؤالنا اليوم اجي هاد التمويلات المكتسبه وما نسميه احنا في الفريق الحركي بالخوصصه المقنعه للخدمات، شنو شرعيه عندها قانونيه واي قانون يؤطرها؟ نقابي كبير صديق للحكومه صرح ان الصندوق الوطني للتقاعد اللي كتعلن الحكومه افلاسه كيساهم شكرا السيد الرئيس.